اليوم وصفتنا العشاق الكاكاوية، وصفة بنينة برشا وزيادة باهية للناس اللي ديما تحب تعمل جاتو ساهل وما يتكلفش برشا. تابعوني باش نوريكم خطوة بخطوة كيفاش تنجموا تنجحوا الجاتو متاعكم. في أول إتاب باش نحمر 350 جرام كاكاوية، أنا خديتها مقشرة، انتوما تنجموا تاخذوها بقشورها وتحمروها بالكدا وتقشروها وبعد ترحيوها وهي مازالت سخونة باش تخرج زيتها وتولي لكم بات سايلة كما باش نوريها لكم توا. بعد ما رحيناها بالكدا وقرت زيتها كما تشوفوا فيها باش نحيها من ميكسور ونخليها في حاجة تبرد حتى تولي بحرارة الغرفة، يعني نخليها أبار باش تبرد بالكدا. توا باش نحضروا كاكاوية بالكراميل والا بالسكر. هذه كاكاوية نغلفوها بالسكر ومن بعديك تبدا في وسط الجاتو نتاعنا تقرمش ما تليثش. كما تشوفوا خديت 200 جرام كاكاوية، 80 جرام سكر، 20 مليلتر ماء، زدت عليهم غرفة صغيرة فاني، كان ما عندكمش حطوا سكر فاني. باش نصب الماء فوق الكاكاوية والسكر، نخلطوا بالكدا باش تتغلف الكاكاوية كلها متاعنا بالسكر. ومن بعد نجيب البلاتو متاع الفور فوق بابي كويسون ونحط عليه الكاكاوية نوزعها بالكدا. تنجموا راهو تعملوا ليتاب هذيا في القلاية تقعدوا تخلطوا، انا باش نعملها في الفور وندخلها للفور ل 15 20 دقيقة، وكل مرة كل 5 دقائق نحل الفور نخلط ونعاود نرجعها تطيب بالكدا باش ما تتحرقليش. كما تشوفوا الكاكاوية كيفاش جاتني، نخليها تبرد زيادة على شيرة. وتوا باش نحضروا كيك الشوكولاتة، نجيبوا في صفاية وبول نحطوا 180 جرام فرينة سبيسيال كيك، كان ما عندكمش تنجموا تستعملوا الفرينة العادية. نجي نصفيها بالكدا بالصفاية باش نتأكد اللي هي ما فيها حتى شيء، ونزيد 200 جرام سكر، ونزيد مغرفة صغيرة بيكربونات دو صود، ومغرفة صغيرة خميرة الجاتو، 35 جرام كاكاو دو بون كاليتي، كاكاو امير مر مش الحلو، ونزيد 100 جرام زبدة. كان توفرت عندكم الزبدة المصدر حيواني ولا تنجموا تستعملوا الزبدة مارغرين زبدة كيف كيف. نحاول توا الخليط متاعي نخلطه بالكدا حتى لين تشوفوا فيه كيفاش الكل دخل في بعضه. وبعديك باش نزيد رشة صغيرة ملح، كما تعرفوا الملح رشة الملح باش تقوي لنا مطعم الشوكولاتة ويجي الكيك بنين. باش نزيد 120 مليلتر ماء سخون 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 كما تشوفوا فيه خرج البخار. نخلط الخليط متاعي بالكدا، ومن بعديك باش نزيد 120 مليلتر لبن رايب. البن رايب مثلا ياغورت، كان ما عندكمش حليب فيه شوية خل معناها ما تحيروش، ونخلط كيف كيف بالكدا. توا باش نزيد 3 عظمات، انا خاطر العظم عندي صغير باش نعمل 3، اما كان عندكم العظم كبير تعملوا كعبتين عظم. نزيدهم بالكعبة بالكعبة ونخلط، كل ما تتخلط كعبة مع الخليط نزيد اللي بعدها حتى لين نكمل العظمات الكل. توا سي بون، تخلط كل شيء المكونات الكل كما انا حطيناهم. شوفوا الخليط نتاعنا كيفاش يلمع ومزيان، شوفوا القوام نتاعو زاده. نجيب توا المولة كيك، كان عندكم المول اللي تحلوا يتسكر استعملوه، كان ما عندكمش تعملوا اي مول عندكم. المول هذا الكبر نتاعو 18 سنتيمتر باش تجينا الكيك عالية، ونجموا نقصوها على 3 طبقات. تغلفوا بالبابي كويسون كما تشوفوا انا عملت باش نتفاداو كان الكيك يلصق، خاطر الكيك هذايا طري برشا. وتوا في فور سخناه قبل على 175 درجة باش نطيبوا الكيك متاعنا من 25 دقيقة ل 30، وديما نقولكم عينكم ميزانكم كل وحدة وتعرف الفور متاعها قداش يتطلب. كما العادة دخلت فيه كيودون باش نشوفوا كيفاش يخرج، كي يخرج نضيف مع الكيك متاعنا طاب. توا باش نحيه من المول ونخليه يبرد كومبليتمون. ردوا بالكم تحاولوا تنحيوه من المول توا على خاطر راهو طري برشا ونخاف لا يتكسر لكم.
الإتاب هذيا باش نعملو الكريم او بور امريكان. هذه اسهل كريم او بور تنجمو تعملوها. تبعوا بركة لي ديتاي. باش نجيب 250 غرام سكر محور، باش نحط عليه 80 مليلتر حليب سخون مذوبة فيه مغرفة كبيرة فاني. شفتوا كيفاش الحليب راهو سخون. باش نقعد نخلط توا في السكر غلاس مع السوائل حتى لين نحس اللي السكر ذاب جملة، معناها ماذا بينا السكر ما يقعدش، حتى كان قعد شوية من بعد تو بالركضان يتنحى. بعد ما خلطنا بالكدا قعدت برشا راني نخلط باش نجي نصفي في صفية أجود صفية عندي باش نصفي فيها الخليط هذاك ونخليه يبرد في حرارة الغرفة مش في الفريجيدير. entre temps نجيب 500 غرام زبدة كيف كيف حرارة الغرفة، نكون مخليتها لبرا باش تبدا هكا طرية وتطوعني كي نجيب باش نركضها بالكدا كيما تشوفوا فيها حتى لين فتاح لونها ولات كيما الكريمة كيما تشوفوا فيها. بعد ما نتأكد اللي خليط سكر غلاس برد بالكدا في حرارة الغرفة، معناها ما نصبوش وهو دافي راهو يهلك لي الكريم بور، لازم يكون في حرارة الغرفة بارد. نبدأ نضيف فيه تدريجيا على الزبدة، كل مرة نضيف كمية صغيرة ونركض، كل مرة نضيف كمية صغيرة ونركض حتى نتحصل نكمل الميلانج الكل تاع السكر غلاس ونتحصل على كريمة كيما باش تشوفوا في الاخر القوام متاعها ما شاء الله جات هايله. شوفوا التكستور كيفاش نتاع الكريم بور. في ليتاب هذه الكريم بور تنجموا تزيدوا عليها اي اغوام، تنجموا تزيدوا شوكولا، تنجموا تزيدوا نوازيت، بيستاش. احنا هوني باش نستعملوا البور دو كاكاوات اللي حضرناها من الاول كيف كيف تكون بارده بحراره الغرفه، ما نحطوهاش وهي مازالت سخونه، خاطر كريمه الزبده كيما تعرفوا الزبده تحط لها اي حاجه دافيه ولا سخونه راهي تتهلك وتذوب. نضيفوا زبده الفول السوداني ولا الكاكاويه، كل واحد قداش يحب يزيد راه تحطوا نتوما بشويه بشويه وتذوقوا حسب الذوق نتاعكم. انا هوني حطيت الكميه الكلها اللي عملتها نتاع زبدة الكاكاوية، ونعاود نخلط شوية بالباتور باش الكريم وبور والكاكاوية الكل يتجانسوا مع بعضهم، وسهي باش نحطها على شيرة. وتوا باش تبدا احسن ايتاب عندي اللي هي المونتاج نتاع الجاتو. قسمت الكيك نتاعي على 3 باش نستعمل البابي غيتار باش تجيني الكيك نتاعي مرتوبه اكثر، وانتم تنجموا تستغنيو عليها البابي غيتار والمول هذيك. باهي توا سقيت الكيك نتاعي بالكدا بالحليب البارد باش نجي نحط كوش من الكريم الكريم وبور، تنجموا تحطوا راهو اكثر من هكا. وبعديك باش نحط الكاكاويه اللي حضرناها هذيك اللي بالسكر، باش نحط كونتيتي باهيه خاطرها راهي تقعد تقرمش، ما تخافوش ما تليثش في وسط الكيك. عندي كراميل بور سالي حاضر باش نحطه في وسط الجاتو، تنجموا تلقاو الغوسيت نتاعو تنحط لكم في صندوق الوصف وين موجوده الغوسيت نتاعو عندي في اليوتيوب. راهو يزيد يبنن زاده الكيك نتاعنا بويسكو مطعمها سنيكرز. توا باش نحط الاتاج الثاني نتاع الكيك، انا جيت نهز فيه يا اخي طاح وتكسر لي، مش مشكله، لصقته في بعضه ومن بعديك ما يظهرش في وسط الجاتو، لصقته بعديك باش نسقيه كيف كيف نفس ليزيتاب بالحليب البارد، ونحط كوش نتاع كريم وبور كوش باهيه، ونعاود نحط الكاكاويه اللي بالسكر والكراميل، ونسكر باخر ايتاج نتاع جاتو. بعد ما نكملوا مونتاج الجاتو لازم يقعد شويه في الفريجيدير من ساعتين الليله كامله، انا خليته الليله كامله. بعد ما تعديت الليله باش نحي البابي غيتار، وشوفوا كيفاش
جات مستوية. توا باش نغلفها الكل بالكريم وبوغ، تنجموا راهو تخليوها هكا من غير ما تغلفوها، كان تحبوا تخليوها راهي منظرها جاي مزيان برشا. بعد ما غلفت الجاتو متاعي كلها بالكريم وبوغ، باش نرجعها على القليله سويعتين في الفريجيدير تشد روحها. اونتر طون حضرت غاناش شوكولا نوار، 100 غرام شوكولاته نوار، حطيت فوقها 100 مليلتر كريم ليكيد ولا كريم فريش، دخلتهم للميكرووند ولا في بان ماري تنجموا تذوبوهم، وذوبتهم وخليتهم ابار حتى يوليو بحراره الغرفه باش نجم نزين بهم الجاتو نتاعي. كيما تشوفوا كيفاش جات الجناش كيفاش جاي يلمع. الزينه على كيفكم، تنجموا تحطوا كان الكاكاويه اللي بالسكر تنجموا تزينوها من فوق. انا هوني حبيت نزين كعبات سنيكرز فوق الجاتو، وباش نرش زاده شويه كعبات كاكاويه، وباش نعمل دي غوزاز بالكريم وبور اللي بالكاكاوات. وسيي الجاتو نتاعنا حضر، الحقيقه جاي بنين برشا، ما يتكلفش برشا، وينجم يعجب العائله الكل. ننصحكم جربوه، كان جربتوه اعطيوني رايكم، وميرسي اللي تفرجتوا في الفيديو حتى للاخر، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جايه. بسلامه.